لو انت طالب في ثالثه اعدادي مراكم او مش مراكم، مذاكر او مش مذاكر، بدات من اول السنه او لسه ما بداتش اصلا، فالفيديو ده ليك عشان هقول لك ازاي تلم منهج ثالثه اعدادي كله في اسبوع واحد بس حرفيا. الفيديو ده بجد مهم جدا لكل طالب ثالثه اعدادي، وهيكون خطه الانقاذ ليكم، فحاولوا بقدر الامكان توصلوا الفيديو ده لكل طلبه ثالثه اعدادي اللي تعرفوها، لان هو بجد مهم جدا 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 جدا. وفي حاجه ثانيه عاوزاكم تعرفوها، ان الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده عن تجربه وعن حاجات انا عملتها في ثالثه اعدادي خلتني اجيب مجموع عالي الحمد لله في ثالثه اعدادي. فحسابكم كده عاوزين تعرفوا انا جبت كام في ثالثه اعدادي، فحاسبكم تخمنوا انتوا في الكومنتس، واللي هيخمن صح هعمل له لايك على الكومنت بتاعه. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس عشان الفيديو ده يوصل لكل طلبه ثالثه اعدادي. وبرده زي ما قلت لكم ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم اللي في ثالثه اعدادي او اي حد من عيلتكم، عشان بجد كل كلمه انا هقولها مهمه لاي طالب في ثالثه اعدادي. طيب يا اوزه، ايه هي خطه الانقاذ اللي انت عماله تقولي لنا عليها، وايه هو الجدول اللي احنا نمشي عليه عشان نخلص منهج ثالثه اعدادي كله في اسبوع؟ هقول لكم على كل حاجه وافهمكم كل حاجه بالراحه، بس الاول محتاجين نتفق على كام نقطه كده، محتاجين نثبت كذا حاجه عشان ايه نعرف نقفل المنهج في اسبوع. اول بوينت حابه اتكلم عنها وهو نذاكر قد ايه في اليوم يا اوزه. عارفه ان في ناس كتير قوي بتقول لكم ذاكروا بال8 ساعات في اليوم، وفي ناس بتقول ذاكروا بال10 ساعات في اليوم، في ناس اصلا بتقول لازم تذاكروا ال24 ساعه في ال24 ساعه عشان انت اينشتاين. بس كل ده غلط، كل ده غلط بجد، كل ده غلط. انت مخك الطبيعي وكطالب في ثالثه اعدادي ما تستوعبش اكتر من 4 ل6 ساعات، شكرا. وده مش كلام وخلاص ولا كلام الفيلسوفه اوزه، بالعكس الكلام ده معمول عليه ابحاث علميه، وفي ناس كتيره قوي بيعملوا ابحاث على الناس اللي بتذاكر وبيشوفوا ان الوقت الطبيعي للمذاكره هو من 4 ل6 ساعات. ممكن في ناس تذاكر اكتر من كده وناس تستوعب اكتر من كده، بس صدقوني بيكون صعب وبيكون كتير قوي على مخكم مش هيثبت المعلومات دي كلها، انت فعلا مش اينشتاين. فاحنا كده متفقين هنذاكر من 4 ل6 ساعات، مش اقل من كده ولا اكتر من كده، عشان مخنا يقدر يستوعب المعلومات اللي احنا بنقولها، ومش اقل من كده زي ما قلت لكم عشان برده ما يبقاش تمام. احنا كده متفقين. طيب البوينت الثانيه اللي انا حابه اتكلم عنها وهي تنظيم وقت يومك. هتقولي يا اوزه ما احنا خلاص عرفنا نذاكر قد ايه وكلام وخلاص. هقول لكم تنظيم الوقت معناه انت بتنام الساعه كام، بتصحى الساعه كام، عندك ايه بجانب مذاكرتك، بتنزل كل يوم بتاخد دروس في السنتر ولا اونلاين، معتمد اكتر على الاونلاين ولا السنتر، كل الكلام ده. طيب انا كاوزه لو هنصحك وانت خلاص هتمشي على خطه الانقاذ وتمشي على الاسبوع دوت عشان تخلص منهج ثالثه اعدادي كله في اسبوع، انصحك ان انت تقعد الاسبوع دوت في البيت، ما تنزلش ولا دروس ولا تنزل تضيع وقت. ماشي عادي، ممكن تنزل تجيب حاجه من تحت، تنزل تجيب عصير، تنزل تجيب حاجه حلوه، عادي تغير جو، لكن ما تضيعش وقت كبير تقعد لي بالساعتين 3 في الشارع. صدقوني بترجعوا تعبانين وتبقوا عاوزين تناموا وتقولوا هنام ساعتين 3 وتلاقي اليوم التاني بدا اصلا. فانصحك لو انت هتمشي على الاسبوع دوت تبقى الاسبوع ده في البيت، وخليك اصلا معتمد على الاونلاين افضل. بس ثانيه واحده، انت المفروض عارف نفسك وعارف هل انت بتنتظم مع الاونلاين ولا لا، ولا انت يعني مش بتنتظم مع الاونلاين بتفضل تراكم على نفسك. فانت بتبقى عارف نفسك، انا بنتظم مع الاونلاين، بفضل ماشي بمتحن على الاونلاين، ببعت كل حاجه، ببعت الواجب، لكن لو انت مش منتظم في الاونلاين يبقى خليك في السنتر. طيب تمام كده متفقين. نرجع بقى للنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها وهي ازاي ننظم يومنا. احسن وقت تذاكروا فيه هو من بعد الفجر، فبالتالي محتاج تنام بدري تصحى بدري عشان اليوم يبقى فيه بركه، وانتوا هتلاحظوا كميه البركه في اليوم، وهتلاحظوا قد ايه اليوم بجد طويل، وهتلاقوا نفسكم بتخلصوا مثلا مذاكره على الساعه 6 ومعاكم اليوم كله فاضي، فتقدروا مثلا تناموا على الساعه 10، تصحوا الساعه 6 الصبح، تصلوا الفجر وتفطروا وتبداوا تقعدوا تذاكروا. صدقوني الوقت ده الدنيا بتكون هاديه جدا، ثانيا بجد مخكم بيكون في انشط حاله هو ممكن يستقبل فيها المعلومات، فدوت بيكون انسب وقت ان انتوا تذاكروا وتستقبلوا فيها معلومات. فصدقوني زي ما قلت لكم حاولوا تنظموا يومكم بالطريقه اللي انا قلتها لكم، تناموا بدري، تصحوا بدري، تصلوا، تفطروا، تقعدوا تذاكروا، تعملوا حاجه تشربوها بتحبوها، وتقعدوا في مكان مهيأ ان انتوا تذاكروا عليه، يكون مكان كده صلب، ما تذاكروش على السرير ولا تذاكروا على الارض. حاولوا بقدر الامكان يكون حاجه ايه بس تسندوا عليها نفسكم وتركزوا كده وانتوا بتذاكروا. صدقوني ده انسب وقت ان انتوا تذاكروا فيه، وصدقوني هتشوفوا كميه الانتاجيه اللي انتوا هتطلعوها من المذاكره بتاعتكم، وبجد انتوا ذات نفسكم هتحسوا ان انتوا فخورين بنفسكم. الموضوع ده هيفيدكم جدا 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 وقت الامتحانات، لان انتوا بجد لو انتوا متعودين تذاكروا بالليل دوت هيكون مؤثر شويه في وقت الامتحانات. ليه؟ لان انت وقت الامتحانات بتصحى بدري وبتروح الامتحان تمتحن الصبح، فبالتالي لما تكون متعود ان انت تصحى بدري وتذاكر اصلا الصبح، مخك هيكون متعود ان هو يشتغل الصبح. لكن لو انت مش متعود ومتعود تذاكر بالليل، صدقني مخك بيكون متقفل الصبح، مش بيجيب المعلومات بسهوله. فانت لما تتعود ان انت تذاكر الصبح وتشغل مخك الصبح، صدقني في الامتحان هتكون مفوق، وبالتالي مخك هيكون شغال الصبح. نيجي لاخر نقطه انا حابه اتكلم عنها قبل ما اقول لكم على الجدول، وهي الالتزام. انت المفروض دلوقتي شخص كبير عاقل، فاهم انت وراك ايه، وفاهم انت المفروض تخلص ايه الفتره اللي جايه. فانا مش هقول لكم ان ثالثه اعدادي نهايه العالم ولا نهايه الكوكب، هي زيها زي اي سنه، هي بس الفرق انها بتحدد مستواك ومستقبلك الفتره اللي جايه، سواء داخل ثانوي عام او تجاري او تمريض، كلهم كويسين وكلهم حلوين وكلهم ليهم مستقبل، بس على حسب انت نفسك في ايه وايه حلمك اصلا. فعشان تفرح نفسك وتفرح اهلك وتخلي نفسك فخوره بيك كده وتخلي اهلك فخورين بيك، وعشان ما تزعلش لا قدر الله، فحاول بقدر الامكان تكون قد المسؤوليه. فنحاول بقدر الامكان ان احنا نلتزم عشان نجيب المجموع اللي نفسنا فيه ونفرح نفسنا ونفرح اهالينا ونخش الحاجه اللي نفسنا فيها.
صدقوني الموضوع ابسط من كده بكتير، وثالثه اعدادي اسهل مما تتخيلوا، والحوار صغير قوي مش كبير زي ما انتم مكبرينه، لا الحوار بسيط جدا بس لو ذاكرنا صح ونظمنا وقتنا صح. طيب خلاص خلصنا كام نقطه دول واتفقنا عليهم، صدقوني لو مشيتوا عليهم هيفرقوا جدا معاكم وهيفرقوا في المذاكره بتاعتكم، فحاولوا بقدر الامكان تمشوا عليهم الفتره اللي جايه وانا متاكده ان هم هيفرقوا معاكم. نيجي بقى للجدول بتاعنا او خطه الانقاذ زي ما بقول لكم، وانا متاكده ان الجدول ده هيفيدكم لو انتظمتوا عليه. طيب مبدئيا كده احنا معانا اسبوع 7 ايام، بس مش شرط تمشوا على ال7 ايام بالظبط، يعني ممكن تخلوها 8 ايام، ممكن تخلوها 9 ايام، ممكن تخلوها 10 ايام، حلوه قوي على حسب قدرات كل حد فينا وعلى حسب استيعاب كل حد فينا. يعني مثلا ممكن حد يخلص العربي كله في يوم واحد، ممكن حد تاني يخلص العربي في يومين، ممكن حد تاني يخلص العربي في 3 ايام، على حسب استيعاب كل حد فينا. بس انا دلوقتي هقول لكم الخطه اللي انا عاملاها لكم او الجدول اللي انا عاملاه لكم على 7 ايام تخلصوا المنهج كله بتاع ثالثه اعدادي في اسبوع واحد بس زي ما قلت لكم عشان انتوا لو حسيتوا الجدول تقيل قوي عليكم ممكن انتوا تخلوه 8 ايام 9 ايام 10 ايام عادي جدا، لسه معاكم وقت، فما تقلقوش. وزي ما قلت لكم ما تصعبوش الدنيا قوي على نفسكم ولا تقوي قوي على نفسكم عشان تعرفوا تستوعبوا المعلومات صح. نبدا بقى في الخطه بتاعتنا. عندنا 7 ايام، بصوا بقى متقسمين ازاي. اول يوم وتاني يوم للعربي مفيش كلام، يعني ما تبداوش باي ماده تانية غير العربي، حتى لو انتوا ما تعرفوش كلمه في المنهج انا بقول لكم ابداوا في العربي. يعني انت لما تخلص العربي هتحس ان انت شلت نص المنهج كله بتاع ثالثه اعدادي، انتوا خلصت نص المنهج، لان العربي عندنا بيكون اطول حاجه اتقل حاجه وفي نفس الوقت هو اكتر درجات. طيب كده خلاص متفقين، اول يوم وتاني يوم عربي. نبدا بقى نفصص الايام. اول يوم عندنا هناخد النحو. انا عارفه ان احنا كلنا بنكره النحو، انا واحده من الناس كنت بجد بكره حاجه اسمها نحو، ولغايه دلوقتي انا في الجامعه وباخد نحو، فيعني هو ورايا وهيفضل ورانا لغايه طول حياتنا تقريبا، فمعلش انا مضطره اقول لكم ان انتوا لازم تبداوا بالنحو، لازم تخلصوا النحو. انت لو خلصت النحو اكنك خلصت العربي، اطول فرع واتقل فرع واكتر اسئله بتيجي في الامتحان، فانت لو خلصت النحو اكنك خلصت العربي، وبجد انا مش ببالغ. فمعلش هنبدا اول حاجه بالنحو، بعد كده هتاخد معاها فرع تاني في نفس اليوم، سواء بقى نصوص قراءه على حسب انت استيعابك قد ايه، لو لسه طاقتك كتيره خد نصوص، لو حسيت ان انت فصلت شويه خد قراءه. وزي ما قلت لكم حاولوا بقدر الامكان الاسبوع ده تكونوا قاعدين في البيت عشان تستغلوا الوقت صح، عشان لو نزلتوا في نص اليوم او نزلتوا بالليل او نزلتوا الصبح هترجعوا تعبانين وتقولوا مثلا ايه نخطف ساعتين وكده، هتلاقوا اليوم اصلا اتضرب معاكم او قمتوا تعبانين او قمتوا هلكانين. فحاولوا بقدر الامكان تفضلوا في البيت الاسبوع دوت عشان تستغلوا كل دقيقه فيه، حرفيا احنا محتاجين لكل ساعه فيه، فحاولوا بقدر الامكان تبقوا قاعدين في البيت الاسبوع ده. طيب يا اوزه احنا ممكن نخلص النحو في قد ايه مثلا؟ عايزه اقول لكم ان انا عملت سيرش على يوتيوب، انا دلوقتي بكلم مثلا الناس المعتمده اكتر على اليوتيوب او الناس اللي فعلا هتقعد الاسبوع دوت في البيت وهتتفرج على اليوتيوب، مش بتاخد مثلا اونلاين مع مدرس، لا هتفرج على اليوتيوب، في مدرسين كتيره قوي، مدرسين شاطره جدا شرحها بطرق مختلفه، فانتوا اتفرجوا على كل المدرسين دي وشوفوا انهي مدرس انتوا فاهمين معاه. لو انت فهمت من مدرس معين افضل معاه لغايه اخر الترم او اخر السنه وخلاص، يعني اثبت على ده، عشان لو فضلت تغير مدرسين صدقني عقلك هيتشوش ومش تبقى عارف انت توصل المعلومه ازاي، او يعني معلومه ممكن تتلخبط في دماغك، انت ممكن تكون فاهمها بس وقت الامتحان لا قدر الله هتبقى متلخبط ومش عارف تحل كده او تحل كده او تحل بالطريقه دي او تحل بطريقه المدرس ده، فاثبت على حد واحد. انا برده مش بقول لك تسيب مدرسك اللي في السنتر، لو انت منتظم مع مدرس في السنتر خليك زي ما انت، روح السنتر ويعني التزم مع مدرسك. وبرده لو انت بتاخد مع مدرس في السنتر مثلا بتاخد معاه اونلاين خليك معاه، ما دام انت مرتاح معاه خليك انت مع المدرس اللي انت فاهم منه زي الفل. لكن انا دلوقتي بكلم حد لو انت عايز حاجه اونلاين حاجه فور فري، عايزه اقول لكم اليوتيوب عليه كميه مدرسين شاطرين جدا بيوصلوا المعلومه بابسط طريقه وفي نفس الوقت بيوصلوا المعلومه كامله، فبجد حاولوا تشوفوا كل جزء كده من كل مدرس وشوفوا انتوا هتفهموا من انهي مدرس وانتظموا مع المدرس اللي انتوا هتفهموا منه. عايزه اقول لكم شفت مدرسين كتير قوي لما عملت سيرش، انا مش هرشح لكم حد معين عشان ممكن اللي انا اقوله دوت ما يبقاش مناسب مع شخص ويبقى مناسب مع الشخص التاني، فانا مش هرشح حد معين، لكن شفت ناس كتير قوي ملخصه النحو كله في نص ساعه وناس ملخصه في ساعه وفي ناس ملخصه في ساعتين، فشوفوا انتوا هتكونوا فاهمين اكتر من انهي مدرس. ونفس الكلام برده للنصوص، في ناس ملخصاها في ساعه كلها وفي ناس ملخصاها في ساعتين وفي ناس ملخصاها في 3 ساعات، فحاولوا بقدر الامكان تشوفوا المدرس اللي انتوا هتفهموا منه وتنتظموا معاه لغايه اخر الترم او لغايه اخر السنه. في حاجه محتاجه اكد عليكم فيها، انت دلوقتي خلصت فرع النحو مش هتخش على طول تدخل على الفرع بتاع النصوص وتبدا مثلا تذاكر او فرع القراءه، لا محتاج تفصل شويه على الاقل نص ساعه عشان مخك يهدى شويه ويحاول ان هو ايه يفصل ما بين النحو والنصوص. حاول مثلا في الوقت ده تاكل تصلي تنزل تجيب اي حاجه حلوه تتمشى شويه، حاول بقدر الامكان تفصل شويه عشان مخك يرجع ايه يهدى ويستوعب معلومات جديده، فحاول بقدر الامكان تفصل ما بين اي حاجه انت بتذاكرها سواء مادتين في نفس اليوم او فرعين في نفس اليوم، فدي حاجه اكيده وصدقوني هتفرق جدا معاكم عشان لما تاخدوا راحه مخكم بيهدى شويه وبيستوعب معلومات جديده وبيبقى فيه يعني اللي هو دماغك هدت شويه، لكن لما تخش على بعض وكده صدقوني كل حاجه هتسيح على بعضها. ده كده بالنسبه لليوم الاول. وفي حاجه محتاجين نثبتها عامه في اي حاجه انتوا بتذاكروها وفي اي وقت انتوا بتذاكروا فيه، يعني لغايه الجامعه امشوا بالنصيحه دي، لازم يكون معاك ورقه فلوسكاب كده وتلخصوا كل كلمه انتوا بتسمعوها
ترجعوا ورا المدرس بتاعكم. ايا كان الشرح اللي انتوا بتسمعوه لازم يكون معاكم ورقه وقلم وتلخصوا ورا المدرس بتاعكم. مفيش مذاكره من غير ورقه وقلم، يعني ما تحاولوش تقنعوني ان انتوا بتذاكروا من غير ورقه وقلم. بجد لازم تكتبوا كل حاجه انتوا بتسمعوها، مش قصدي تنقلوها كوبي بيست، لا لازم تلخصوا ورا المدرس بتاعكم اهم النقط، ويبقى عندكم دايما مرجع ليكم كده باهم النقط، اللي انتوا لما يقف معاكم حاجه وانتوا بتحلوا هترجعوا للورق ده، مش هترجعوا للفيديو تفضلوا تقلبوا وتدوروا على المعلومه، لا هيكون معاكم الورق بكل سهوله فيه اهم النقط تقدروا توصلوا. هنا معاكم ورقتين للنحو، هنا معاكم ورقتين للنصوص، هنا معاكم ورقتين للقراءه، فبالتالي اي حاجه تقف معاكم ترجعوا للمرجع اللي انتوا عاملينه بخط ايديكم. صدقوني هتكونوا فاكرين انتوا اصلا كاتبين الحاجه دي فين، فمش هتدوروا اصلا، فبالتالي اي حاجه تقف معاكم ترجعوا للورق بتاعكم، ما ترجعوش للفيديو. وعامه برضو انت لما تكون ملخص كل حاجه انت كاتبها بخط ايديك، ومثلا تيجي تحل بعد كده وحاجه وقفت معاك وترجع تشوفها كده المعلومه ثبتت، يعني مستحيل تنساها. يعني دوت عن تجربه انا بقول لكم، لما تكونوا كاتبين الحاجه بخط ايديكم وانتوا مثلا وقفتوا في حاجه وانتوا بتحلوا ورجعتوا تشوفوها تاني من الورق اللي انتوا كاتبينه بخط ايديكم، مستحيل تنسوها، ودوت بجد على ضمانتي. فدي كده نقطه احنا متفقين عليها بجد ما فيهاش نقاش، انت لازم تذاكر بالورقه والقلم، ما فيش مذاكره من غير ورقه وقلم، عشان بجد السؤال ده بيتكرر كتير قوي، اللي هو انا ممكن اسمع انا مركز اهو قاعد مركز مع المدرس، ماشي انا عارفه ان انت مركز، بس صدقني معلومه مجرد 5 دقايق ربع ساعه هتطير، وكميه المعلومات اللي انت بتسمعها كلها هتتراكم في دماغك، فلازم تكتبها عشان عينك تحفظها، بقك وانت بتقولها كل شويه تسمعها، فبالتالي كل حواسك شغاله وانت بتكتب المعلومه، بتسمع المعلومه، بتشوفها، فصدقوني هتحفظوها. وطبعا النقطه اللي انا هتكلم فيها دي برده مش محتاجه اكد عليها، وهي ان انتوا بعد اي مذاكره لازم تحلوا كتير. عامه اللي هيثبت كل اللي انتوا عملتوه ده هو الحل الكتير، ولو ما حلتوش انسوا بقى كل اللي انتوا عملتوه ده. لازم تثبتوا المعلومه، وهتثبتوها ازاي؟ بالحل. لازم تحلوا كتير، حلوا امتحانات كتير، ما عندكمش مثلا كتاب او حاجه يعني جيبوا من على جوجل، جيبوا امتحانات وانزلوا اطبعوها واقعدوا حلوا كتير. في مدرسين كتير قوي بتكون حله كل النماذج الموجوده في الكتب الخارجيه، تقدروا تجيبوها وتاخدوا سكرين شوت وتنزلوا تطبعوها وتحلوا انتوا الاول وتقارنوا حلكم بحل المدرس وتشوفوا انتوا بتحلوا صح ولا غلط. لو حليتوا الاكتر غلط يبقى انتوا كده المراجعه بتاعتكم فيها حاجه غلط ومحتاجين تراجعوا المراجعه تاني. لو لقيتوا الحل الكتير هو اللي غلط وكام سؤال بس بساط كده اللي فيهم حاجه غلط، يبقى انتوا كده ماشيين صح. وصدقوني كل ما تحلوا اكتر كل ما هتلاقوا الغلطات بتقل، فحاولوا بقدر الامكان تحلوا كتير قوي عشان تثبتوا كل اللي انتوا عملتوه. نيجي بقى لليوم الثاني في الاسبوع بتاعنا، وهو بقيه فروع العربي، سواء بقى قراءه، تعبير، لو انت ما خدتش النصوص تاخدها برده في ثاني يوم، فحاولوا بقدر الامكان اليوم الثاني ده تكون مفنش العربي عشان خلاص نرميه ورا ظهرنا ونرجع له وقت ليله الامتحان او ليالي الامتحانات اللي بنخليها قبل العربي، لان العربي مش بيحتاج يوم واحد بس قبله، لا بيحتاج مثلا يومين 3 قبله عشان تفضل تحل بس عربي. عامه لازم زي ما اتفقنا كده تكون مخلص العربي في يومين 3 بالكتير قوي، لو انت هتزود يوم عشان ايه نكون مفنشين العربي ونخش على اللي بعده. وطبعا زي ما اتفقنا هتقعد بقى تحل طول اليوم حرفيا، تقعد بقى تجيب 3 4 امتحانات كده تقعد تحلهم ورا بعض وتشوف انت بتحل صح ولا غلط. جيب امتحانات زي الامتحانات اللي بتكون موجوده في اخر السنه عشان لما تخش الامتحان في اخر السنه ما تصدمش من شكل الامتحان او ترتيب الامتحان، لا جيب امتحانات السنين اللي فاتت واقعد حلها، المدرسين كلها بتكون حله امتحانات السنين اللي فاتت، فانزل واطبعهم واقعد حل الاول وشوف انت بتحل صح ولا غلط، وقارن حلك بحل المدرس وشوف الغلطات قد ايه الصح قد ايه، وحاول تقارن كده وتشوف مستواك عامل ازاي. نيجي بقى لثالث ورابع يوم هيكونوا للانجليش، يومين للانجليش عشان الانجليش تقيل ومحتاجين يوم كامل نحفظ فيه فوكاب، نحفظ كلمات. الكلمات اهم حاجه في الانجليش، لو حفظت كلمات صدقني انت هتعرف تحل، واي حاجه هتقف قدامك هتعرف تحلها، فهي اساس الانجليش هو الفوكاب. لازم تكون حافظ كلمات، كل ما تزود حصيله كلماتك كل ما هتعرف تحل اكتر. فهنا بقى تقسيمه اليومين بتوع الانجليش، عندك يوم للفوكاب ويوم للجرامر والسكيلز، فانت شوف عايز تخلي اليوم الثالث تحفظ فيه الكلمات ولا عايز تخلي اليوم الرابع تحفظ فيه كلمات. عامه هتخلي لي يوم للفوكاب ويوم للجرامر والسكيلز. شفت ناس كتيره قوي على اليوتيوب شارحه المنهج كله بتاع الانجليش في 2.5 ساعات وفي 3 ساعات كمان حالين، فانت هتقعد تحل كمان بعد ما تخلص، ده حاجه مش محتاج انك تناقش فيها. عامه زي برده ما اتفقنا هيكون معاك ورق فاضي بره تلخص كل كلمه انت بتسمعها من المدرس او المدرسه اللي انت بتتفرج عليها، تقعد تلخص كل كلمه عشان يبقى معاك المرجع بتاعك، اي حاجه تقف معاك ترجع للورق بتاعك، وغير كده تقعد تحل لي امتحانات كتير وتقعد تحفظ لي كلمات. وعامه انت مش هتقعد تحفظ لي فوكاب في يوم واحد بس، لا انت تقعد تحفظ لي كلمات لغايه ليله الامتحان بتاع الانجليش. حرفيا اي ماده انت بتذاكرها لما تخلصها خد 20 كلمه انجليش احفظهم، كل ما تحفظ كلمات اكتر كل ما هيكون عندك حصيله اكتر، كل ما هتعرف تحل اكتر وصح. فاظن احنا كده متفقين وكل حاجه واضحه وكل حاجه بسيطه، ما تصعبوش الدنيا. احنا كده اتفقنا اليوم الثالث هيكون فوكاب واليوم الرابع هيكون جرامر وسكيلز، وبرده احنا متفقين ان كلمات الانجليش انا عارفه ان انت ممكن تحفظ مثلا 60 كلمه في اليوم او 100 كلمه في اليوم على حسب قدرات كل حد فينا. فمثلا انت لو عندك جول مثلا ان انت تخلص
500 كلمه بتوع الانجليش، خد كل يوم 30 كلمه، خد كل يوم 20 كلمه على حسب مقدرتك. لو انت قادر مثلا النهارده ومفوق اكتر خد 50 كلمه النهارده. كل ما تكون قادر احفظ كلمات اكتر، صدقني دوت هينقل مستواك من هنا في الانجليش لهنا. نيجي بقى الخامس يوم، واعتقد انتوا خمنتوا انا هقول انهي ماده، الماس او الرياضه. عندنا رياضه متقسمه لجزئين، هندسه وجبر. نبدا مثلا بالهندسه، شفت مدرسين كتير قوي شرحها في 3 ساعات 4 ساعات، المنهج كله بالحل والشرح، فانت مش هتكون محتاج ان انت تحل بعد ما تشوف الفيديو ده كامل. لو شفته لغايه اخره هتكون حالل وفاهم وزي الفل كده مخلص الهندسه كلها. فممكن لو انت مش هتقدر تاخد الاثنين في يوم واحد، انا رايي تقسم الرياضه على يومين، ويكون مثلا كده الجدول بتاعك على 8 ايام. بس انت لو هتمشي على الخطه بتاعتنا وهتمشي على الجدول 7 ايام وعايز تخلص الماس او الرياضه في يوم واحد، يبقى لازم تاخد فاصل كويس. يعني ممكن تاخد اكتر من نص ساعه، تاخد ساعه ساعتين تفصل فيهم، ممكن تنام وتريح شويه دول عشان تعرف تركز في الجبر. يعني سواء انت بقى هتبدا بالجبر او هتبدا بالهندسه، المهم ان انت تكون مركز في الفرع اللي انت هتذاكره عشان تستوعب القوانين وتستوعب الحل وتحل المسائل صح. والجبر برضو نفس الكلام، شفت على اليوتيوب مدرسين كتير قوي شرحوه كله في ساعتين وفي ساعه ونص، الشرح وحل كمان ساعتين. فانت لو هتذاكر الهندسه والجبر في يوم واحد لازم تريح ما بينهم وتفصل ما بينهم عشان ايه، تعرف تركز في ده وتركز في ده. مش محتاجه اقول لكم ومش محتاجه اكد عليكم من مره، ال 5000 ورق فلوس كام معاكم بتكتبوا كل القوانين بتاعه الهندسه وبتكتبوا كل القوانين بتاعه الجبر. اي حاجه تعطل معاكم بترجعوا للقوانين دي عشان تعرفوا تحلوا المسائل. اي حاجه تعطل معاكم هترجعوا للورق اللي انتوا كاتبينه بخط ايديكم. وبرده مش محتاجه اكد عليكم ان انتوا محتاجين تحفظوا كل القوانين بتاعه الهندسه ومحتاجين تحفظوا كل القوانين بتاعه الجبر عشان تعرفوا تحلوا المسائل. نيجي بقى لليوم السادس والقبل الاخير في الخطه بتاعتنا، وهنخليه للساينس او العلوم. واعتقد ان انتوا عندكم في الترم الاول 3 وحدات بس. يعني انا لما عملت سيرش طلع لي 3 وحدات، مش عارفه هم اكتر ولا اقل، بس اعتقد ان هم 3 وحدات اكيد يعني ان شاء الله. المهم ان انا شفت شرح كل واحده تقريبا في ساعه ساعه ونص، مش اكتر من كده، وكمان ده شرح وحل، فبالتالي هتكونوا مخلصين. وغير كده بقى انتوا ممكن تحلوا امتحانات اكتر، زي كل ماده تفضلوا تحلوا امتحانات عشان لما تخشوا اخر السنه ما تتخضوش من شكل الامتحان. لا، حلوا امتحانات السنين اللي فاتت وقارنوا حلكم، شوفوا انتوا بتحلوا صح ولا غلط. واخيرا وليس اخيرا، اليوم السابع في الخطه بتاعتنا والاخير، الدراسات. عارفه ان كله مرعوب من الدراسات وعنده خوف مش طبيعي من الدراسات، وكله خايف ان هو يجيب درجه وحشه لا قدر الله في الدراسات، مع ان دي اكتر ماده ممكن تقفلوها بكل سهوله عشان ممكن تلكوا فيها براحتكم. يعني الماده دي مسموح ان انتوا تلكوا فيها، وكل ما تكتبوا اكتر كل ما المدرسين هيشوفوا ان انتوا فاهمين اكتر. بس طبعا يعني اكتبوا صح، يعني بلاش مش اي كلام وخلاص، انا قصدي تكتبوا اللي انتوا فاهمينه، ممكن تشرحوا فيها براحتكم. الماده دي بجد انتوا لو حفظتوا هتقولوا لي ما احنا عندنا مشكله في الحفظ، المشكله دي ممكن تتحل بالحل الكتير. يعني لازم تحلوا امتحانات الدراسات بجد، كل ما تحلوا اكتر كل ما هتحفظ، والمعلومه بجد هتثبت في دماغكم. ودوت عن تجربه شخصيه مع مشكله كانت في الدراسات او في التاريخ او في الجغرافيا عامه في ثانوي كمان. انا بقول لكم المشاكل بتاعه المواد دي بتتحل بالحل الكتير، لازم تحلوا امتحانات كتيره قوي، وكل ما تحلوا اكتر صدقوني كل ما هتشوفوا ان غلطاتكم بتقل. وبجد انا مش ببالغ ولا بهزر، كل ما تحلوا كتير كل ما هتشوفوا ان الاسئله بالنسبه لكم بقت سهله جدا، وهتيجوا في اخر السنه او في الامتحان اللي هيجي لكم في اخر السنه هتشوفوا ان الامتحان سهل جدا والاسئله دي عدت عليكم بشكل مختلف. فهتحسوا ان هو الاسئله دي انا حليتها قبل كده، السؤال ده انا شفته قبل كده، فبالتالي هيكون عدى عليكم اسئله كتير قوي. مستحيل الاسئله يعني يجي لكم اسئله مختلفه عنها، ممكن السؤال يجي بصيغه مختلفه بس هو السؤال والفكره دي عدت عليك قبل كده. فبالتالي كل ما تحل كتير كل ما السؤال ده هيكون اصلا انت شفته قبل كده. برضه عملت سيرش على يوتيوب، شفت مدرسين كتير قوي شرحوا لكم الدراسات كلها في ساعتين ونص وفي ساعه ونص وفي 3 ساعات ونص، فشوفوا انتوا ايه المدرس اللي انتوا فاهمين منه وكملوا معاه. وبرضه زي ما قلت لكم في الاول تقدروا تظبطوا الجدول على حسب قدرات كل حد فينا وعلى حسب استيعاب كل حد فينا. فممكن تزودوا يوم في الماده مثلا انتوا يعني واقعين فيها شويه، او الماده اللي انتم ما فتحتهاش من اول السنه، على حسب ظروف كل حد فينا. ممكن تزودوا يوم يومين 3 على حسب، شوفوا انتوا حابين تظبطوا الجدول ازاي. انا بس بديكم الفكره لكن انتوا ظبطوها على حسب قدراتكم. بس يعني لو انتوا قادرين تخلصوا الجدول والمنهج كله في اسبوع واحد بس اعملوا كده عشان يبقى معاكم وقت ان انتوا تحلوا كتير، تفضلوا وقت تحلوا لغايه الامتحانات. في نقطه اخيره حابه اكد عليها، وهي ان انتوا ما تجروش الفيديوهات بتاعه المدرسين بتاعه الاونلاين. عارفه ان الموضوع بيكون صعب صدقوني، يعني انا بعمل كده بس ما تجروش على اكس 2. يعني المدرس بيكون بيتكلم كده فبجد لا، يعني اهدوا عشان تعرفوا تسمعوا المعلومه صح وتعرفوا تستوعبوها. فيعني على الاقل جروها حاجه بسيطه، ما تجروش على اكس 2 مره واحده. بس كده هي ثالثه اعدادي. لو عاوزتوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وانا معاكم، ما تقلقوش، وانا بحاول بقدر الامكان ارد على كل الناس. انا يعني احب اقول لكم ان بجد الموضوع ابسط من كده بكتير، وما تكبروش المواضيع اكبر من حجمها، لان هو بجد موضوع بسيط. ما تصعبوهاش على نفسكم ولا تصعبوها على اهاليكم وتبقوا مخلينهم قلقانين، لان الموضوع بسيط صدقوني. هي سنه زي اي سنه، هي بس بتحدد انتوا هتعملوا ايه الفتره الجايه من حياتكم. خليكم دايما واثقين في ربنا ان ربنا شايل لكم الخير، وغير كده ايا كانت النتيجه ايا كانت اعرفوا ان هو خير ليكم، وربنا هيكرمكم في المكان اللي انتوا هتكونوا فيه بعد كده. فايا كانت النتيجه احمدوا ربنا، وخليكم دايما واثقين في ربنا ان ربنا شايل لكم الاحسن، ودايما خطط ربنا احسن من خططنا. فانتوا دايما خليكم قريبين من ربنا، ودايما عندكم ايمان بالله ان ربنا دايما هيكرمكم وهيعوضكم خير. وصدقوني لو انتوا ما بداتوش من اول السنه مراكمين في اسئله كتير او اجزاء
اجزاء كتيره انتوا مش عارفينها، بتقعوا في اجزاء كتيره قوي. دايما حاولوا، ربنا شايف محاولاتكم وشايف ان انتوا بتجاهدوا. صدقوني كل ما بتجتهدوا اكتر ربنا شايف كل ده وشايف محاولاتكم، فربنا هيكرمكم وهيكرمكم اكتر مما تتخيلوا. فدايما خلي عندكم الثقه بالله ان ربنا هيكرمكم اكتر مما تتخيلوا. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس، ووصلوا الفيديو ده لكل طلبه ثالثه اعدادي لانه بجد فيديو مهم جدا زي ما شفتوا. تمام، كنت بقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس، واكتبوا لي اي حاجه انتوا عاوزينها في الكومنتس، وبجد انا بحبكم جدا وواثقه فيكم جدا. وبس كده، باي.